خليني أقولك من الأول، النفاق مش كذب ومش مجاملة ومش بتمشي الدنيا. النفاق كائن بيخليك عايش بنسختين، نسخة قدام الناس ونسخة جوه دماغك، والاتنين عمرهم ما بيتقابلوا. النفاق شخصيا ما يرفعش صوته وما يبانش شرير، ده شخص لطيف ذكي بيعرف يخليك تقول الكلام الصح في الوقت الصح للشخص الصح. أول كائن في قعدة النفاق المرضي الدائم، ده اللي يخليك عايز كل الناس راضية حتى لو على حساب نفسك، توافق وانت قدامهم وتندم وترفض بينك وبين نفسك وانت ماشي، مش لأنك غدار، علشان مرعوب من الرفض. وتاني كائن الوجه المتغير، ده اللي يخليك تتلون حسب القعدة، حسب المصلحة، حسب مين صاحب القوة. قدام المدير حاجة، قدام الغلابة حاجة، قدام أصحابك حاجة، وقدام نفسك ولا حاجة. وتالتهم الأخطر الكذاب، وده اللي بيخليك تصدق الدور وتنسى انت كنت مين، وبقيت تقيس نفسك بنظرة الناس ليك مش بإحساسك الحقيقي. النفاق شخصيا ما يوجعش اللي حواليك، بس النفاق يخرب اللي جواك، يخليك دايما قلقان، حاسس انك ممثل، خايف حد يشوف النسخة التانية، خايف يطقفش مش بالكلام بالحقيقة. وأقسى حاجة إن النفاق يتلبس لبس ذكاء، يقولك انت لازم تمشي مع التيار، الصراحة تكسر الناس، ما تستاهلش الحقيقة، وانت تفضل تصدقه لحد ما تتعب وتنسى انت كنت عايز ايه أصلا. طيب نعمل ايه؟ نخبط في الناس؟ نعيش صدام؟ لا ده ولا ده. الحل الخروج من النفاق، مش انك تبقى قاسي ولا فج ولا صريح زيادة عن اللزوم. الخروج من النفاق انك تبقى واحد، كلامك شبه احساسك، وسكوتك شبه نيتك، بتاعتك هي ولأ بتاعتك هي لأ. واهم حقيقة لازم تتحفر جواك، ان النفاق بيكسبك ناس بس بيضيعك نفسك، وان الخسارة الحقيقية مش ان حد يزعل، الخسارة الحقيقية انك تبقى مش عارف انت مين. فخلينا سيبك بالسؤال اللي تقيل بجد، النفاق اللي حواليك شايفه في الناس، ولا حاسس ان جزء منه عايش جواك وساكت؟